اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني اخواتي عند بشرى قناه بشرى خير. اليوم بشرى راها تكلفات كما قلت لكم بتعمار ديال واحد البيتزات، شي 6 بيتزات تقريبا. هاد البيتزات هادو راني عمرتهم كتشوفوا. واحد خويا راه زرب عليا جا الجوع وضرب النص في هادي كتشوفوا. باقا لي هادي راه باقا ما طابتش، بدا ضرب الجوع. يلا زربت بهادو وكملتهم. هانتوما كتشوفوا. ان شاء الله كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم متنسوش تدعموني بلايك لايك 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 لايك، تضغطوا على الجرس باش يجيكم الجديد ديالي. والمشاهدات الكامله الله يخليكم، انا راه كنديرها من كل قلبي، ما عنديش مشكل. شكرا على المشاهده، والى اللقاء في وصفه قادمه باذن الله. مع السلامه، اترككم في رعايه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد عند بشرى قناة بشرى خير. اليوم بشرى مكلفة باش غادي تعمر واحد البيتزات. بيتزا يعني جاهزة، يعني العجين جاهز، ماشي بحال الوصفة الأولى اللي كنت درت معكم ببيتزا بدقيق القمح الكامل. لكن اليوم راني مكلفة باش غادي نعمر 6 بيتزات تقريبا. هادشي إلى يعني اش غادي نقول لكم، الا قداتني لاصوص وداكشي اللي صوبت. هانتوما كيف كتشوفوا. يلا درتها انت ديال الثانيه، درت الاولى كيف كتشوفوا، ها هي غادي تشوفوها الان. ها وحده هي بدات كطيب، غادي نحيدها وغادي ندير الثانيه. ها هي الثانيه، وها الثالثه. العجين هو جاهز، هي يعني نص طيبه. ها الرابعه، وها الخامسه والسادسه كيف كتشوفوا هانتوما. دابا غادي نمشي نعمرها، لان هنا درت لاصوص ديال دو طوماط. ها هي ديال المطيشه، صوبتها بزيت الزيتون والاقامه كما كتعرفوا لي، يعني الاقامه ديال البيتزات. وهنا درت البصله ضواور وتشحرتها مع شويه ديال الكفته، شويه كيكو صافي. هادشي على قبل نسمه وصافي. عندنا الموتزاريلا اللي حكيتها، ها هي هنايا. وعندنا مطيشه راه هي اللي درت هذه، والفلفله ها هي قطعتها هنا ضواور. وغادي نسمها تقريبا بهاد سميتو بزنجبيل خضر او سكينجبير، وشويه ديال الكمون حبوب والزعتره واليازير، العود ديال اليازير. وهنا الزيتون للتزيين، وعطيتها واحد البنه. ان شاء الله طلبوا معايا باش تقدني هاد لاصوص هادي، راه غادي نحاول نقتصد شويه وغادي نتسقرم واحد شويه باش يلاه يجيني تقريبا الوصفه هي هذيك. دابا انا غادي نحيد هذه بعدا، هي الاولى. بسم الله. غادي نحيدها، غادي نرشها بشويه ديال الكمون والزعتره صافي. غادي نخليها وغادي نمشي نرمي الفرا. صافي لي على الصداع. بسم الله. نهز هادي تعجبني. دابا غادي نعمر الثانيه. درت لها شويه ديال زيت الزيتون، بعدا هو الاول كندهنوا بها، ان هذه ماشي ديال القمح، راه ديال الدقيق الابيض وفورس، الفرينه البيضاء، ماشي فورس وصافي، ماشي حتى الفرينه. حيت كاينه الفرينه ديال البلاد كتكون حتى هي مزيانه. غادي ناخذ شويه ديال المطيشه. درت هذيك المطيشه درتها غير في الفران حتى ما كنكملش لكم الهضره. هانتوما درت مطيشه في الفران، ما طيبتهاش، غير بحال شويتها، وعاود ضربتها بفرشيطه
درت الفورشيط ودرت لها لقامه عاديه ورديتها فوق البوطه بزيت الزيتون واللقامه العاديه. دابا غادي ندير شويه ديال الموتزاريلا، ها هي ندوز حتى الجنيبات. الموتزاريلا ما تتحرقش. دابا غنمشي ندير بصيله، بصله انا مشحراها بزيت الزيتون واللقامه. دابا كنقتصد باش يلا نكملهم. البصيله هنايا البيتزا راه ما تتشبعش، راه حنا كنديروها كنتشهاوها وصافي، ولكن هذيك اللي كندير انا بالقمح راه ما شاء الله، راه يعني كتشبعوا يعني مزيان، يعني مغذيه. كنديرها بشكل اخر لان كتعرفوا القمح راه او كما كنقولوا القمح راه مفيد جدا. غادي نمشي نحط شويه ديال الفلفله ضوابر، كنحط هادشي عشوائيا يعني. دابا هاني رميت الثانيه وغادي ندير لها شويه ديال اليازير، شويه كيكه باش كيعطينا واحد النسمه. هذا كيعتبر من المنسمات ومن الاعشاب. صافي غادي نسد عليها. وهذه اخواني اخواتي راني حكيت عليها، هذا سكينجبير خضر حتى هو كيعطي واحد البنه. هيا ملي كتطيب كتفوه واحد النكهه معتبره يعني من هذه البيتزا هذه. دابا ديت 3 وباقي ليا ها الرابعه، ها هي ان شاء الله حتى هي غادي نعمرها. وهذه البيتزا الرابعه انتم كيف كتشوفوا درت ليها هذيك القامه ديال الزيتون كتبقى حاطه لتحت. ها هي هذه فيها جميع يعني فيها التوابل المعتبره المنسمه ديال الكمون والزعتر الزعتر الكزبر الثومه. هذا غادي ندير الاولى. وغادي ندير دابا شويه ديال الفرماج، وندير شويه ديال المطيشه يعني تفيتيفات اللي بقاو هما هي. هادو ما دابوش حيت ما طحنتهاش، درتها عشوائيه. كيقول لك الاخر مدخر، هذه غتجي عامره مزيان. ولا بقات شي حاجه ما نكرهوش نديرو الخامسه كيف كتشوفوا. غادي نزيد شويه ديال الموتزاريلا مع الجنيبات هادو. دابا غادي نمشيو للخامسه. وطاحت عليه الفكره باش غادي ندهنها بلا مايونيز، يعني هاد الفكره هذه جاتني. غناخذ لا مايونيز وغادي ندهن بها. بسم الله. هاد لا مايونيز ديال الاخ الكريم اللي وراها لينا، الله يجازيه بخير، وان شاء الله الله ينجحو.
تنبقى نستعملها دائما لانها في متناول الجميع وسهله وكتعطي تبارك الله. حيت عطاتني هاد القرعه كلها عمرها بمايونيز، وغادي نزيد عليها شويه ديال ديك القامه اللي قلت لكم ديال الزيتون، شويه هكا تعطيها واحد البنه. غادي نسمتها بشويه ديال الكمون حبوب والزعتره. ملي درت المايونيز نسمتها مع هذاك الزيت اللي درت لكم ديال الزيتون. وهذه البيتزا الاخرى ها هي كيف كتشوفوا، وغادي ندير ليها شويه ديال الزيتون ابيض. هذه ما فيها لا كفته لا والو، فيها حتى حاجه. هذه غادي نخليوها في الفريغو، راه غادي نسووها بطبيعه الحال، راه ما نسووها كاع بالكل، لانني انا ما كنديرش هاد البيتزا هاد العجينه. هذه جاتنا غير تقريبا جاتنا كادو مع الاخت ديالي شراتهم لينا. الانسان بعض المرات راه كيدوخ فاش غيدير الغدا، اش غيدير مازال الغدا مازال العشاء، الانسان باش ما كان كيدوز. وشراتهم لنا مسكينه، قالت لنا هانتوما ربما يطلع لكم الدم على اش غديروا للغدا. ها هما هادو عمروهم ودخلوهم في الفران وكويس تاعتي وتغداو بهم. دابا غادي نمشي ندير لهم هاد الاعشاب ديالهم. وهذه هي الاخرى كيف كتشوفوا، هي جات غزاله. هذه ما فيها حتى شي حاجه لا كفته لا والو، غير فيها غير الجبن والزيتون الابيض كما قلت لكم. هذه علمتها، هذه بالمايونيز كتشوفوا. اخواني اخواتي كيف كتشوفوا البيتزا ديالنا هي جاهزه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وراني كنحاول بامكان باش كندير فيها زيت زيتون، ضروري كندير فيها زيت الزيتون. غير انا بوحدي لان الباقي ما تيبغيوش زيت الزيتون، لان ديجا درتو قبل. ها هو غير وريتكم انا ديجا درت فيها زيت الزيتون. وعمرت اتاي كما قلت لكم، ها هويا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وديروا بحالها. سهله بزاف لان العجينه كانت جاهزه او كانت طيبه نص الطيبه. انا غير عمرت وصافي. كان فيها شويه ديال التماره، شويه ديال تعب، لان السته اللي عمرت طيبي هذه وتصني الاخرى وتدخلي الاخرى وتجيبي الاخرى. الحمد لله على النعمه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. خليتكم على خير ومع السلامه.